سلامة أهلا وسهلا بكم حبيباتي، نتمنى تكونوا كامل بخير وبصحة جيدة يا رب. اليوم مازالني متواصلة في الوصفات الشتوية، راني معولة عليكم يعني مازالني متواصلة في الوصفات الشتوية، نحاول نوصلها لكم إن شاء الله كاملة. كل يوم رانا عندنا وصفة جديدة إن شاء الله. اليوم جيتكم بوصفة شتوية بامتياز، وصفة لوبيا غريني على طريقتي، نتمنى تعجبكم. قبل ما نبداو الوصفة تاعنا نصلي ونسلموا على نبينا الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام. حبيبي يا رسول الله، شوفوا البنات هنا بعد ما نقيت لوبيا غريني تاعي تري بيان وبيان سور غسلتها، جيت وحطيت لها كمية تاع الماء، ومن بعد نحاول نحيلها الرغاوي هذوك اللي يخرجوا منها، هذوما عبارة عن غازات البنات. يعني شوفوا ما خبيش عليكم والو، نحب نوري لكم الوصفة بكل مصداقية وبالطريقة اللي نعتمدها انا وتجيني بزاف بنينة. شوفوا البنات هنايا نحاول توجور نحي جميع الغازات اللي موجودة فيها. حبيبتي انا للامانه كانت عندي لاصوص يعني تاع اللحم، كنت مطيبتها من قبل، قرديت هذاك البويون باش نستعملوه هنايا. زيد لي في البنه انت اذا كانت عندك لاصوص متوفره هكذايا ضيفيها، اذا ما كانتش عندك نورمال كملي بالماء ولا ديري الماء وفيه جنبو ثاني راح تتحصلي على نفس الشيء. انا توجور كي نطيب اللحم في لاصوص دائما نحي اللحم ولا الدجاج، نحي شويه نقرديه في الفريجيدير، ندير به طيابات واحد اخرين. هنا نضيفو زوج مغارف برك من الزيت باسكو كيما شفتوني كنت استعملت لاصوص هذيك تاع اللحم كان فيها ليدان فيها كلش. ضفت لهم وريقات من الرند ولي زيبيس اللي هي عباره عن عكري، مغرفه صغيره كركم، مغرفه صغيره فلفل كحل، كزبر، مغرفه كبيره ملح وكرويه. هذو هما لي زيبيس اللي اعتمدتهم في هذه الوصفه. بيان سور استعملت مغرفه كبيره تاع طماطم. نسيت نقول لكم بلي انا هنايا حطيت زوج مرصوات تاع اللحم قبل ما ناسيزوني اللوبيا تاعي. هنايا البنات شوفوا اللوبيا غريني ما تحتاجش تغرقوا عليها لا كوكوت ولا طيب في لا كوكوت، هي يسوفي تنقصي النار برك وتخليها طيب براحتها سيميو. شوفوا هنايا خذيت زوج حبيبات تاع البصل قطعتهم بالطول، وما نساوش البنات ربع حبات تاع الثوم. الثوم لازم تكون في هذه الوصفه راح تمدلها بنه كبيره. للامانه ثانيك البنات اللي ما عندهمش دجاج ولا لحم يقدروا يديروها وحدها، يتبعوا برك الطريقه نفسها وينحيو قطعه تاع اللحم ولا الدجاج، راح تجيب لهم نفس البنه نفس الذوق، كل شيء كيف كيف. هنايا نخليو البصل هذاك تاعنا يطيب على نار قليله كيما شفتوني باش يذبل. ناخذ حبه ولا زوج تاع طماطم نقطعوهم دي بتي دي كيما راكم تشوفوا ونضيفوهم من الفوق بهذه الطريقه. نخليو ثانيك اللوبيا تاعنا طيب. هنايا البنات اللي تحب الكرافس تزيد لها عرف تاع الكرافس، اللي ما تحبش تخليها هكذايا راح تمدلها ذوق رائع. نتمنى تتابعوا هذه الخطوات. نخليوها طيب مدة انا شوفوا البنات طيابها خذالي مدة ساعة غير ربع على نار قليلة. اذا كنتم مزروبين وخدامين مثلا ولا مشغولين ثمك باش تستعملوا لا كوكوت تغرقوا عليها. لوبيا غريني تحب طيب بالعقل، ما تحبش لا كوكوت البنات. هنايا كي تغلق ساعه غير ربع نخليوها تختار كيما كنتوا تشوفوا في لاصوص ثقيله. تقدري تنحي حوالي زوج مغارف وترحيها في الاشواغ تاعك
وتعاودي ترجعيها داخل اللوبيا تاعك. انا ما فضلش هاد الطريقه، ما نحبهاش خاطره بزاف، نحبها ثقال بس بلا صوص تاعها هكذايا. نحبوها حنايا في الدار مرقه كيما كتشوفوا. نتمنى تعجبكم طريقتي، ولا اللي تحب لاصوص ثقيله كما قلت لكم ترحي زوج مغارف من هاد اللوبيا وتعاود تخلطها مع هاد اللوبيا، راح تجيها لاصوص الله الله. شهيتكم في الجنة البنات، نتمنى تجربوها وتخليوا لي رايكم في لي كومونتير. نشكر جميع المشتركات تاعي على كلامهم الطيب. هنا كنت رشيتها بشويه حشيش، كيما نقولوا الابيض يتبعوا المعدنوس والاحمر يتبعوا الحشيش. هاد لاستيوس احفظوها البنات. شوفوا هنايا كنت قدمتها مع شلاضه خضراء عاديه، وكنت كان عندي شويه فلفل مرقد. انا نحبها بالمرق ديال البنات ونحبها بالمطلوع. اللي ما كانش عندها مطلوع تضرب الخبز وتقول الله الله. نتمنى تكون عجبتكم هذه الوصفة البنات. خليوا لي رايكم في لي كومونتير. نتلاقاو في فيديو جديد في وصفات جديدة ان شاء الله. اللي لاحقت معنا لهنا وعجبها الفيديو لايك وابوني. سلام.